إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يسرون الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين مجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشأكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه جاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم إنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فرح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللهم صن وجوهنا باليسار ولا توهنا بالاقتار فنسترزق طالبي رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كل أهل العطاء والمن اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسنا للحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين سر الفاتحة الفاتحة على نسأل أن على معنا وأسلافنا الصالحون وعلى معنا وحبيبنا الهبشي أن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. آمين
يا ربي صل على محمد شرف بدر في الكون أشرف. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد كرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أحل الورى منطقا وأصدا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقا. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وصله وسهل ما قد تعود. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثى. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. صلى الله عليه. جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. يا رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله
حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا عظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه. السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أصفى الأصفياء السلام عليك السلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك دائم بلا انقضاء السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك السلام عليك يا خير الأنام صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك يا بدر التمام صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام عليك يا نور الظلام صلى الله عليه السلام عليك زين الأنبياء صلى الله عليه السلام على المشفع
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه، الواضح برهانه، المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه، صلى الله عليه. تعالى مجده وعظم شانه، خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علمه، وبسط لهم من فائض المنة ما جرت به في أقدار القسمة، صلى الله عليه. أرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة، تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب، فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوب، فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان، وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان، صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود، فتعطر بوجودها كناف الوجود، وبرزت برد العوالم بطراز التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه، صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في عالم قدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع، فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد، ولا يمل تكراره بكثرة ترداد، حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان، فما من سر اتصل به قلب منيب إلا من سوابق فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب عم لنا من والى، جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا، قد ترقى في الحسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى، نهضته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيه الضلال، وهو منفق علم ما قدرت رفعة في شؤونه وكمالا، سبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وصفه اللسان، ويحار في تعقل معانيه الجنان، انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور، فتبارك الله من إله كريم. بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تربي اللسان
عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان صلى الله عليه من الإيمان قواعد صلى الله عليه من سر ذلك الإذعان والتصديق الشواهد صلى الله عليه سيدنا محمد العبد الصادق في قوله وفعله صلى الله عليه أمره بالتبليغ لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا صلى الله عليه الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه المستبصرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فما أعظمها منة تكرم الله بها على البشر صلى الله عليه وما من نعمة انتصر سرها في البحر والبحر صلى الله عليه وسلم بأجل الصلوات وجمعها وأزكى التحيات ووسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية صلى الله وبرز عليه فيها في حلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه تسجره المصلي عليه به صلى الله فينبث في عليه تعلقه به وهبه صلى الله وانتقى عليه بعناية الله في حسبه وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صهوة المجد بقربه صلى الله عليه أشرف الأصل بوده وهبه ما أثر الأكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله أما بعد فلما تعلقت إرادة الله في العلم القديم بظهور أسرار تخصيص للبشر الكريم بالتقديم والتكريم وفدت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيض التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين حاول لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون بالأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف بموطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت صلى الله عليه فكان مستقره في الأصلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الأسر لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين
وإلا فأن تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سر أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عام العالمين صلى الله عليه. وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج التشوق إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ويدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. ندمته على الصفا فطاب عيشي وصفا وكنت أهوى قربه ووصله فأسعفا. يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. وليس عندي حالات تحيشني مثل الجفا فكل من عنا فاني في حبه ما أنصافا. يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء. لله خل صديق
أصل الشفاء إذا أسأت أدبي في حقه عني عفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء به اغتنيت فهو لي غنى وحسبي وكفى يا أيها البرق الذي من حيه قد رفرفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا آمين يا رب وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا ببردها ملتحفا يدور فيما بيننا كأس من الوت صافا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء طابت به أرواحنا وهمها قد انتفى يا ربنا غثنا بقرب المصطفى يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء طابت به أرواحنا وهمها قد انتفى يا ربنا غثنا بقرب المصطفى آمين يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء فإنه زادت به الأرواح منا شغفا فارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم الضعفاء يا رب آمين ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء لنا
محبوبينا ولا الجفا فاكشف إلهي ضرنا يا خير من قد كشف آمين اكشف كربنا يا رب يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا ونحن قوم ضعفاء وامنن علينا بلقاء المحبوب جهرا وخفا وصلي يا ربي على البرايا شرفا صل عليه ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء وامنن علينا بلقاء محبوبي جهرا وخفا وصلي يا ربي على البرايا شرفا اللهم صل عليه يا ربنا ارحم جمعنا الله إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء وصلي يا ربي على البرايا شرفا وآله وصحبه ومن لهم قد اكتفى صلى عليه ارحم جمعنا ارحم جمعنا آمين يا رب إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفا يا ربنا ارحم جمعنا يا ربنا ارحم جمعنا وارحم إلهي ضعفنا فنحن قوم ضعفاء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وقد آن للقلم أن يخض ما حركته فيه الأنامل لما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل صلى الله عليه والشمائل التي أحسن الشمائل وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه يتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه السورة صلى الله عليه فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومن تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نور صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرف مولودا ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين
أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت أحشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا صلى الله ولا عليه تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المسونة والكون كله يمسي في سرور وابتهاج صلى الله عليه إشراق هذا السراج، والعيون متشوفة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه. وكل دابة لقريش نطقت بفصيل العبارة هلة بكمال البشارة، وما من حبل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام صلى الله عليه السماوات متضمحة بذر الفرح بملاقات أشرف البريات وبروز من علف الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنكره في البطون والظهور. صلى الله عليه في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صحبه. فحين قرب وأنود هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب، وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثير، وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعز. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. والقدرة كشفت كين هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور، نورا فاق كل نور صلى الله عليه. وأنفذ الحق حكما على من أتم الله عليه النعمة صلى الله عليه. من خواص الأمة أن يهدر عند وده أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه.
فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم والسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فات الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الجمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدينا لله بالتعظيم والسجود. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد مولانا محمد. حضرك رسول الله بكرون عتندك رسول الله. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى حمد ولأهل الكون أنس يا رسول الله وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. فضربوا يا أهل المثاني فهزاروا اليمن غرات واستضيئوا بجمال يا رسول الله فقافي الحسن تفرد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك. ولنا البشرى بسعد مستمر ليس ينفد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد. الحمد لله. سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. فلربي كل حمد جل أن يحصوره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. مرحبا يا رسول الله أهلا مرحبا بك إنا بك نسعد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جد وبلغ كل مقصد. مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين واهدنا نهج سبيلي مرحبا مرحبا كي به نسعد ونور مرحبا 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 يا نور العين مرحبا مرحبا مرحبا
بجاه مرحبا مرحبا وفي جوار خير مقعد مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 جد الحسين الله مرحبا مرحبا يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله يا سيدي يا رسول الله يا من له الجاه عند الله إن المسيئين قد جاءوك لذنبي يستغفرون الله صلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر كل حين يتجدد صلى الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا يا حبيب الله على محمد مرحبا يا رسول الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وحين برز صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفيع أن له شرفا على مجده والسماء وكان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين صلى الله عليه وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد مختونا مكحولا مقطوعا السر صلى الله عليه تولى ذلك لشرفه عند الله عيد القدرة صلى الله عليه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب صلى الله عليه وقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف أن أم الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك رب صلى الله عليه قالت الشفاء فضاله ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعض كسور الروم قالت ثم البست وجعته فلم انشب عن غشيتني ظلمة ورعب وقشعريرة عن يميني فسجدت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب صلى الله عليه وأصبر ذلك عني ثم عاودني الرعب
والظلمة والقشعريرة عن يساري صلى الله عليه وسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق صلى الله عليه. لم يزل الحديث مني على بال حتى بعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه صلى الله عليه. وأن عين عنايتي في كل حين تراه وأنه الهادي إلى صراط المستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابة بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا صلى الله عليه. وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يكون ولا يفعل إلا معروفا صلى الله له الخلق عليه. السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين وأجابه إجابة معجلة صلى الله عليه. وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأكوياء من البرية. وبنشره تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل. صلى الله عليه. فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلكا عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب بعنانه. وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاد العلم من وقائع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله بهذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك عنة الأكلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبذلك يحسن الختم كما يحسن التكريم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين
الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة ومن هم ومن أمة بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله إلهي نجنا وكشف جميع الديوات وسريف مكائد العيد والتوب بأهل البدر يا الله صلاة الله سلام الله على طه رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة خصوصا نار صاحب الخال الحبيب محمد بن حسين علي الدروس أنه يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويؤلي درجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومه ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما ندم الفكر من دراري الأوصاف المحمدية وجودا توجهت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يجعل سعي فيه مشكورا وفعلي فيه محمودا
وأن يكتب أملي في الأعمال المقبولة وتوجهي في توجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إليه تتوجه الآمال فتعود ضافرة وعلى باب عزته تحت الرحال فتشاهى منه البيوضات الغامرة. نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن القرب ومدهار قاسم إمدادك في عبادك وساقي كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين العبد المحبوب الخالص المحسوس منك بأجل اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه. اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في هدرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المعدين ولأهدك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا ودنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفئين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمعمل بما عمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وداهره وأما ببركاته وشريف وجاده أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم راية الدين القويم في جميع الأقطار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين
واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط الأدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقدار وأيد بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا ربي في الحسن الحزين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك وصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين واختم لنا منك بخير أجمعين وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نهدم هذا الدعاء المولد شمت الدرار في مجلس دار المحبين في هذا المصلى وإلى حضرة النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah ma ba'du. Qala radiyallahu anhu wa radiyallahu anhu wa radi ankum fal abdul muwaffaq bi anna tadhkir yatadhakkar wa bi anna tanbih yatanabbah walakin aina taufiq. Allah yaj'al taufiqa idan li wa lakum ila kulli khair. Wal abdul makhdul law dzakartah ma dzakartah wa nabbahta ma nabbahta ma yatadhakkar wa la yatanabbah ghairu mu'ridin daim. Allah yakfini wa iyyakum syarral khidlan. Al qulub mu'ridah in ahad ba yas'a fi salahi qalbi wa ba yutahhirhu min ad-das ba tu'sir fihi al-mau'idah wa tadhkira wa in baqiya al-qalb illa mughayyarun ay alayhi ran wa baqiyat mir'atuhu muqaddarah mashi bayu sir fih wa ma damarran ala mir'atil qulub mashi bayan tabi fiha warran sababuhu khubsil maksab wal mat'am wallahu yaqulu fi suratil mutaffifin kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun is'au fi zawali rainil qulub wa tasfiyatiha wa tandhifiha Allah yujalli raina qulubina wa yasfiha min hubbid dunya wa syahawatiha wa ladatiha والدنيا أوضحت لكم وبينت لكم كل واحد أخذت محبوبه من بين يديه وأنتم تشوفون منكم من قبر أباه ومنكم من قبر أمه ومنكم من جنز ولده ومنكم من جنز زوجته وكلهم قدموا على ما قدموا وأنتم لا تدرون أهم منعمين أو معذبين وأنتم واردون على ما وردوا وسالكون ما سلكوا ومالكون ما لقوا wa yastaqbilukum min amril akhirah ma la tutikun wala budda min ahadi amrain imma na'imun sarmadi abadi fil jannatil aliyah bijiwari khairil bariyah wa imma adabun abadi fin niran ma'a fir'aun wa haman. Allah yakfina wa iyyakum syarral adab wa yahfazuna min mujibatil iqab wa yakfi hamba yang diberi taufik oleh Allah diingatkan sedikit dia akan sadar. Tapi di mana taufik itu? Ini haram, ini dosa, dia akan sadar.
Kalau hamba itu diberi hidayah oleh Allah. Tapi kalau hamba itu makhdul, kalau manusia ini hina, kalau manusia ini tidak mendapatkan hidayah Allah, kamu ingatkan, dia tidak mungkin mau terima. Kamu perhatikan, dia tidak mungkin mau terima. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari sifat yang hina. Al-qulub mu'idah, hati ini banyak yang condong, banyak yang melek, tidak ada yang lurus kepada Allah. Hati kita ini semua kotor. In ahad bayas'a fi solahi qalbih wa bayutahhir minal adnas batu sirfihil mu'idah wa tadkirah. Jika ada di antara kita salah satu kita ini berusaha untuk membersihkan hati, untuk mensucikan hati, maka nasihat akan gampang masuk kepada hati kita. Tapi kalau hati kita kotor, susah menerima nasihat. Arek cilik kon, sik kait belajar nasihati aku, hatinya kotor. Anaknya pulang mondok, bapaknya rokokan tok. Pak, ojo rokokan pak, nak kapan be encong. Sik cilik nasihati aku. Ini hati-hati. Ketika ada perintah haram, kalau hati kita bersih, langsung kita tolak. Ini haram. Judi haram, tolak langsung, haram. Kalau hati kita bersih. Sebab hati bersih itu ada dua, Pak. Kotoran hati ada dua. Penyakit hati itu karena dua. Hubsil maksab wal mat'am. Jeleknya pekerjaan dan makanan. Kerjoi haram, makanannya haram, mau bersih dari mana hatinya? Kalau sudah haram di tubuh kita ini tidak mungkin mau selamat. Kalau sudah hatinya banyak haram, kita sering makan haram, tidak mungkin hatinya bersih. Diajak sholat males, diajak zikir kesel, diajak sholawatan tidak mau semangat. Berarti hati kita kotor. Dan sebabnya hati karena dua, jeleknya makanan dan karena pekerjaan kita. Kerjoy ngecok, mau bersih bagaimana? Terkadang mayoran sate ulo sing dipangan. Allah, banyak loh di sini nih. Makanannya haram, tidak bisa hati kita bersih. Kalau bersih hati kita, jauh yang haram. Kalau sudah jauh dari yang haram, otomatis sholat kita gampang, otomatis zikir kita gampang. Al-Imam Ali As-Sajjad hatinya sangat bersih, Pak. Cucunya Rasulullah, Al-Imam Ali, anaknya Sayyidina Uzain, hatinya sangat bersih. Satu malam beliau sholat 1000 rakaat. Kuat panjenengan. Tarawih golek sing cepet. Kalau hati kita bersih, kita jaga makanan, hati kita akan bersih. Kita jaga pekerjaan kita, hati kita bersih. Kalau sudah hati ini bersih, semua ibadah gampang. Al-Imam Ahmad, Imam Ahmad punya bapak. Imam Ahmad punya bapak, Walid Imam Ahmad, ayahnya Imam Ahmad. Ketika itu ada apel syati'un nahar di pinggirnya sungai. Bapaknya Imam Ahmad lapar, kelihatan apel dimakan. Separuh makan baru ingat, ya Allah, haram ini. Ini haram ini. Dicari yang punya apel. Ngikut aliran sungai sampai ada satu pohon apel yang dekat sungai. Didatangi orangnya, diketok pintunya. Pak, saya makan apelnya panjenengan separuh, Pak.
Ikhlaskan ya. Katanya punya apel, enggak saya ikhlaskan kecuali kamu menjadi khaddam saya, kecuali membantu saya selama setahun. Bola panjenengan tak apa-apa lah, haram nih sekuni tak apa-apa. Sopo katanya wangi setahun. Kalau bapaknya Imam Ahmad mikir, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Kalau sudah ada satu di haram kita, lebih baik neraka sudah. Dia mikir ini haram ini. Saya siap menjadi pembantu Anda walaupun setahun. Khidmat selama setahun, jadi pembantu selama setahun. Sampai selesai jadi pembantu, pamit. Saya sudah jadi pembantu panjenengan selama setahun. Berarti halal ya apel itu ya? Tidak halal apel itu. Kecuali kamu kawin dengan anak saya. Bukan enak sih, beda boleh nih ketutukan nih. Anak saya buta, anak saya bisu, anak saya tidak bisa mendengar, budek. Panjenengan buat tawarin ngono. Ya boten bib. Sing ayu akeh bib. Matanya buta, tidak bisa mendengar, bisu. Katanya Muhammad, katanya bapaknya Imam Ahmad, saya mau kawin dengan anak kamu. Ketika malam pertama Pak, orang dulu tidak tahu istrinya. Jadi kalau mau kawin saudaranya yang dilihat. Nikah perempuan, nikah laki. Saya mau kawin sama ini, dilihat saudaranya, bukan perempuannya. Itu yang nemen kuatnya. Boleh kita melihat, pastinya boleh. Cuma kalau kadang tidak mau melihat, dia saudaranya, lak dulure ganteng, ya berarti wedoke ayu. Dulure yang perempuan, lak jubek ya jubek berarti. Dilihat dari saudaranya. Ketika malam pertama dilihat istrinya tidak buta. Matanya dengar, telinganya dengar, matanya bisa melihat, mulutnya bisa berbicara, bingung. Bapaknya Imam Ahmad ini, katanya bapak kamu buta, katanya kamu bisu, kok lengkap? Katanya perempuan, mata saya buta, saya tidak pernah melihat maksiat karena saya di rumah terus. Telinga saya tidak pernah mendengar maksiat, mulut saya tidak pernah ghibah, mulut saya tidak pernah kadzab. Kawin orang soleh sama orang soleha, kawin punya anak Imam Ahmad bin Hambal. Anak kula kok mokong bib, ya deloken kerjaanmu. Terkadang kita gampang kok, tidak pernah periksa kita. Ini halal apa haram, tidak pernah periksa kita. Yang penting bekerja, halal haram tidak tahu, sudah urusan Allah. Tidak bisa. Kita bekerja yang halal. Kita kerja yang halal, insya Allah anak kita jadi anak yang soleh. Kita kerja yang halal, insya Allah ibadah kita gampang sama Allah. Males ibadah, periksa hatinya. Asad jawarihu sya'a am aba. Kalau kita sering makan haram, otomatis anggota tubuhnya maksiat. Kalau kita sering makan yang haram, otomatis tangan kita maksiat, mata kita maksiat, gampang. Karena hatinya kok kotor. Ini yang mengendalikan Pak. Kalau ini hati ini bersih, mata akan bersih. Kalau hati ini bersih, tangan akan bersih. Kalau hati ini bersih, kaki kita akan bersih. Ini yang mengendalikan. Sopirnya ini. Makanya para habaib itu pasti nomor satu, jaga hati. Jaga hati. Bersihkan hati, maka semua akan bersih. Kalau hati kita kotor, semua akan kotor. Insyaallah manfaat. Rabbana manfa'na barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati min fatini hadza minni wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pengumuman pertama, besok diadakan milad pertama, kedua, milad ketiga dari Majelis Maulid wa Ta'lim Al-Khairiyah yang diasuh oleh Habibana Hashim, oleh Al-Habib Abdul Qadir, yang bertempat di Desa Kedung Banteng, yang akan dihadiri oleh para habaib An-Munsyid Al-Habib Ja'far bin Uthman Al-Jufri, Manabi Sobong Udur Laku Habib Roso dari Jombang, Probolinggo. Habib Roso
Oh, itu Pak Bud. Habib Roso dari Lecas. Nabi Sobong Udur. Laku Edung Banteng. Kengal Fakir tak bisa hadir karena Tuan Kaula laku banyak acara. Tutup besok? Jumat mau Sabtu, Jumat depan, bukan Jumat besok, berarti Jumat depan insyaallah 7 Januari ya Habib. Diulangi 7 Januari ba'dal Isya, Sabtu laku, Sabtu boleh. Bi qudratillah bisa menghadiri majelis penuh berkah insyaallah. Kedua, pengumuman yang kedua, Sabtu besok dimulai majelis Maulid wa Ta'lim yang diasuh oleh Habib Umar Al-Hamid Pajaran Lau. Ba'dal Asar dimulai Maulid deki pada kalam salaf ya beliau 2 minggu sekali. 2 minggu sekali kaula mengharap kehadiran antum sekalian bersama-sama kita ngaji. Laku Jumat, Sabtu malam mereka ngaji, Sabtu boleh libur, Sabtu boleh ngaji, Sabtu malam libur, Sabtu boleh ngaji. Insyaallah sebulan sekalian ya hadirin tineng Al-Habib As-Sayyid Abdul Qadir Ibnul Ustadz Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segab, tapi sebulan sekalian nih kak insyaallah. Saya pasti laku pembukaan majelis Maulid wa Ta'lim ning telem Habib Umar Al-Hamid saya beri pelajaran Blok Panti. Bareng ba'dal asar dimulai jam berapa Habib? Jam 5 istiwa dimulai, terus Maulid mari seneka ngaji areng-sareng bi qudratillah. Terus 2 pengumuman majelis Al-Khairiyah Jumat nikah Jumat boleh. Majelis pengajian Menabi Sobong Udur jam 5 istiwa ba'dal bukrah besok dimulai Sabtu sore sampai maghrib di kediaman beliau Al-Habib Umar Al-Hamid. Ampun paham nggih? Niat dari mangke niat kudu datang perkara deki beda udur beda ya cak beda tok mana beda tok ya lah beda tok bae udur ya bisitkin niyah al-jazimah dengan kekuatan niat dengan kesungguhan niat insyaallah bi qudratillah bisa hadirin insyaallah ya. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alaik fa innahu la yadillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana fata'alait falakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma astur li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma jibur li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma ighfir li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma arham li ummati Sayyidina Muhammad, Allahumma barik li ummati Sayyidina Muhammad bijahi Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam.